موضوع الدولار والجنيه بقى عامل دلوقتي مشكلة كبيرة جدا عند ناس كتير، والناس حست ان في لحظة ما بين يوم وليلة فلوسها قلت وان هم بقوا مهددين. واللحظة اللي الناس بتخاف فيها وبتبدأ ان هي تقلق هي نفس اللحظة اللي النصابين بيبدأوا ان هم يظهروا بكل قوة عشان يعدوا ويمنوا الناس الخايفة ان هم عندهم حل ليهم وان الحل ده هينجيهم من الأزمة اللي هم فيها. وبدأ دلوقتي يطلع فيديوهات كتير جدا بتتكلم على العمل الحر وازاي ان انت ممكن تكسب فلوس بالدولار اونلاين، وفي جزء من الموضوع ده حقيقي بس الجزء الاكبر منه نصب وكذب وسرقة. طيب لو انت فعلا عايز تكسب بالدولار ولو انت فعلا عايز يبقى عندك عمل حر تزود بيه دخل بجانب دخلك، تعمل ايه؟ تعال اقولك على خلاصة الموضوع الحقيقي مش اللي الناس بتقعد تتكلم فيه كده وخلاص. ايه هي الخطوات اللي انت تعملها؟ هتاخد منك تقريبا وقت قد ايه؟ ومحتاج ان انت تبذل مجهود قد ايه؟ تعال احكي لك. اول سؤال وهو اهم سؤال، هل فعلا ممكن ان انا اكسب بالدولار وان انا يبقى عندي دخل اضافي بجانب الشغلانه بتاعتي؟ الاجابه ايوه. والاجابه ايوه في حالتين. الحاله الاولانيه لو انت ما عندكش اي خبره في اي حاجه، او لو انت عندك شويه خبره في مجال من المجالات اللي احنا هنتكلم عليها. خلينا نبدا نتكلم على المجالات المشهوره اللي كل الناس عارفه ان هي بتطلع فلوس واللي فاتحه بيوت ناس كتير جدا. المجال الاولاني التصميم. بتخش على المواقع بتاعت العمل الحر زي people per hour، freelancer.com، او حتى خمسات او مستقل. بتخش على المواقع دي بتلاقي ان في شركه منزله بتقول يا جماعه احنا محتاجين حد يعمل لنا بوستر بالمواصفات الفلانيه مقابل $50. اللي بيحصل ان في ناس كتير جدا عندها خبره في التصميم بتبدا تعمل التصميمات وتبعتها للشركات وتقول لهم يا جماعه دي التصميمات بتاعتنا. المنافسه عاليه، المنافسه عاليه بس الفلوس برضو موجوده. يبقى كده اول مجال من مجالات الربح اونلاين هو التصميم. تقدر تصمم بانر، فلاير، لوجو، براند ايدنتيتي او براند ايمج، بغض النظر ايه هي نوع الحاجه اللي انت هتصممها. ده طبعا لو انت عندك خبره. عندك الحاجات اللي ليها علاقه بالبرمجه، سواء ان انت هتعمل برمجه لموقع الكتروني، هتصمم موقع الكتروني، او لو هتصمم تطبيق للموبايل، او اي حاجه العميل بتاعك محتاجها، دي برضو حاجه ليها شغلها مطلوبه. وفي حاجات تانية زي مثلا صناعه المحتوى، كتابه السكريبتات والى اخره. كل الحاجات دي هتلاقيها على المواقع بتاعه العمل الحر. طب نفترض ان انت ما عندكش اي خبره ومع ذلك عايز ان انت تكسب فلوس. هقول لك ابدا العب على الحاجات اللي المنافسه فيها الى حد ما مش عاليه قوي ومش محتاجه منك خبره كبيره، زي مثلا تصميم السيره الذاتيه. لما تخش على المواقع بتاعه العمل الحر هتلاقي ان في ناس طالبين ان حد يعمل لهم سيره ذاتيه مقابل 20 و30 و40 و50$. طيب انت ما عندكش خبره في عمل السيره الذاتيه، تعمل ايه؟ هتخش على المواقع اللي بتعمل سيره ذاتيه زي سي في ميكر او زي اي موقع. في مواقع كتير جدا بتعمل سيره ذاتيه، وهتاخد البيانات بتاعه العميل تحطها على الموقع وتطلع السيره الذاتيه تبعتها له وتكسب فلوس. هتقول لي طب ثانيه واحده، الكلام بتاعك حلو قوي لدرجه ان انا مصدقش ان هو حقيقي. ما هي هنا النقطه بقى. انت في 50,000 واحد هيعرضوا على الشخص ده ان هو نعمل لك السي في بتاعك يا سيدي بال50 يورو بتوعك. ايه اللي هيفرقك انت عن اي حد تاني؟ وهي هنا بقى مربط الفرس. هنا اهم نقطة في الموضوع بتاع الفريلانسنج او العمل الحر. المواقع موجودة والشغل موجود والفلوس موجودة، بس مين اللي بيقدر ان هو يقتنص الشغلانة دي ويكسب الفلوس بتاعتها؟ اول حاجه الشخص اللي عنده ريفيوهات عاليه. فانت لو لسه عامل حساب النهارده على المواقع دي فنسبه انك تحصل على الشغل قليله جدا. ليه؟ لانك انت ما عندكش ريفيوهات، ما عندكش تقييمات، ما فيش اي دليل او اي اثبات بيقول ان انت الشغل بتاعك كويس. فلما انا اجي اختار حد عشان يصمم لي لوجو مش هختارك لان انا شايف التقييمات بتاعتك قليله. ده رقم واحد. حلها انك هتشوف الاهل والصحاب والاحباب وتقول لهم يا جماعه انا عايزكم تعملوا لي تقييمات عشان التقييمات بتاعتي تزيد، او انك تعمل شغل لناس ببلاش من غير ما تاخد منهم اي فلوس في مقابل ان هم يعملوا لك تقييمات عاليه، او تعمل لهم ديسكاونت 80% 90% في مقابل ريفيوهات تكون عاليه. تاني حاجه فكره ان الملف بتاعك شكله مش قوي. انت مش حاطط الصوره الشخصيه بتاعتك، فانا مش عارف انا بتكلم مع مين. انت مش حاطط شغل انت عملته قبل كده، مش حاطط سامبلز او عينات من شغل انت عملته قبل كده، البورتفوليو بتاعك انت مش حاطط ده. فلما بخش وبشوف ان انت مش حاطط اي حاجه بقول يبقى ده حد ما بيعرفش يشتغل او حد ما عندوش عملاء قبل كده، لا انا مش عايز اشتغل معاه. مع اني ممكن اخش عند شخص تاني الاقي حاطط عينات او حاطط البورتفوليو بتاعه كل الشغل بتاعه موجود جوه، انبهر بيه واقول الله ده حد كويس انا عايز اشتغل معاه. فتاني حاجه حط عينات من الشغل بتاعك، وري الزبون ان انت شغلك كويس عشان يقدر ان هو يقرر
ان انا عايزك انت اللي تعمل لي الشغلانه دي. النقطه اللي بعديها الميزه التنافسيه. هتلاقي ان كل الناس حاطه الحاجات بتاعتها في رينج سعر معين من 50 ل 100 دولار مثلا، انزل خليها ب 30. خلي في ميزه تنافسيه عندك مش عند اي حد تاني. مثلا السرعه، الناس كلها بتقول انا هعمل لك السي في ده في خلال يوم او في خلال 5 ايام او في خلال اسبوع. شوف اقل حاجه وقل عنها. ليه؟ عشان تقدر تبين ان انت عندك ميزه تفرقك عن اي حد تاني. قول للشخص لو الحاجه ما عجبتكش، لو انا السي في اللي انا هعمله لك او التصميم اللي انا هعمله لك ده ما عجبكش، مفيش مشكله، هرجع لك الفلوس بتاعتك كامله. طبعا انت عشان ما يتنصبش عليك هتعمل ايه؟ هتبعت له الحاجه، هتبعت له السي في، بس تكتب على السي في او تكتب على التصميم بالعرض كده ان هو درافت مسوده، عشان ما يقدرش ان هو يستخدمه وينصب عليك ويضحك عليك. فانت بتكتب الحاجه عليها مسوده وبتبعتها له، لو عجبته هيحول لك الفلوس وهتبعت له النموذج النهائي اللي هو من غير كلمه الدرافت. طيب انا ما عنديش ولا خبره في التصميم، ولا عايز اعمل موضوع السيفيهات، ولا عندي خبره في البرمجه، ومع ذلك عايز اكسب برضو من العمل الحر وعايز يبقى عندي مصدر دخل اضافي. هعمل ايه؟ هقول لك بقى الحاجات اللي هي الديرتي ورك، اللي هي الحاجات الصعبه قوي اللي فلوسها قليله اللي الناس بتبعد عنها، لكن هقول لك ازاي تعملها بذكاء. مثلا احد الحاجات اللي هو الديرتي ورك قوي، انك يدوك تسجيل صوتي مثلا مدته ساعه، ويقول لك تحول لي التسجيل الصوتي ده الى كلام مكتوب على ملف وورد في مقابل مثلا 20 يورو او 20 دولار. فانت هتقول لي يا بس ده هياخد مني وقت كبير جدا ان انا اسمع واوقف واكتب، الساعه دي انا ممكن اخلصها في 5 ساعات شغل. لكن في مواقع تعمل بالذكاء الاصطناعي بتحط لها الصوت وهي بتحول لك الصوت ده الى كلام مكتوب. فتبدا تعمل بحث تشوف ايه هي الحاجات اللي انت ممكن تعملها. هتقول لي طب ما هو لو في مواقع كده ليه العميل ما يعملش ده بنفسه؟ لان العميل ما يعرفش ان الموقع ده موجود، عشان كده هو طلب الحاجه دي. استغل ان في عملاء عندهم جهل تقني وجهل تكنولوجي، واعمل لهم انت الحاجه دي عن طريق انك توفق راسين في الحلال. هتشوف هو محتاج ايه، هتشوف موقع بيأدي الحاجه دي، تاخد ده تعمل ده، تكسب فلوس من النص. الموضوع محتاج ذكاء ومحتاج ان انت تبدا تركز فيه عشان تقدر تطلع منه فلوس. هل لو انا بدات النهارده هطلع فلوس النهارده؟ لا، انت هتقعد وقت. على كل 20 30 عميل هتبعت لهم هتلاقي في 2 3 رد عليك، واحد الديل كمل معاه وكسبت منه فلوس. فمحتاج تبعت لعدد كبير جدا من الناس عشان تقدر ان انت تاخد عدد صغير كالبيز بتاع العملاء بتاعك. الميزه ان البروفايل بتاعك بيكبر مع الوقت، كل ما انت بتشتغل كل ما هو بيكبر، كل ما فرصك بتزيد اكتر. عشان كده ما تحبطش من الاول. نصيحه مهمه جدا وخطيره جدا، عشان ما يتنصبش عليك لازم يبقى عندك سياسه واضحه في التعاملات الماديه. لو انت بتشتغل جوه المواقع بتاعه العمل الحر، فغالبا المواقع دي بتحميك. لو الشخص اخذ المنتج او اخذ الشغل بتاعك ونصب عليك، فالمواقع دي بتعوضك، او بتبقى المواقع حاجزه على الفلوس بتاعته، فلما انت بتدي اثبات ان انت فعلا عملت الشغل بيحولوا لك الفلوس. لكن غالبيه الناس بتتجه لفكره ان هم يشتغلوا بره المنصات دي عشان ما يدفعوش فلوس للمنصه، يبقى انا الربح اخده 100% محدش يشاركني فيه. كلام جميل، بس انت بره المنصه ممكن يتصب عليك. فقسمها على دفعات، تقول له الشغل ده هيتقسم على 4 مراحل، كل ما اخلص مرحله هاخد 25% من الفلوس لحد المرحله النهائيه اخد اخر 25%. او انك لو هو ما وافقش على نظام الدفعات ده مفيش مشكله، بس كل الشغل اللي انت تبعته له ابعته له محطوط فيه علامه مائيه، بحيث ان هو ما يقدرش يستخدمه من غير العلامه المائيه. لما يديك الفلوس بتبعت له النسخه الاخيره اللي من غير العلامه المائيه. النقطه اللي وراها، طيب انا اشتغلت وعايز العميل يحول لي فلوس، اعمل ايه؟ رقم 1، ساعات ممكن العميل يحول لك تحويل بنكي مباشر عندك على حساب البنك بتاعك، او ممكن يحول لك الفلوس على باي بال، او على تطبيق او موقع بايونير، او عن طريق موقع سترايب. دي اكتر وامن 4 حاجات تقدر ان انت تاخد بيها فلوسك مباشرة، من غير بقى الحاجات اللي بتقعد تلف وتدور وفي بي ان وكارت ومش كارت. سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. لو انت على باي بال ببساطه شديده هتربط الباي بال بتاعك بكارت البريد المصري، وتاخد الكارت ده تروح في المكان بتاع البريد المصري تسحب الفلوس بتاعك. اظن ليك رينج 5000 جنيه في الشهر او حاجه كده، فتقدر ان انت تسحب الفلوس بتاعتك بالمصري لو انت حابب، او تحتفظ بيها بدولار على المواقع المختلفه. من المهم جدا انك تاخد بالك انك عليك ضرائب، بغض النظر انت ساكن فين، سواء في مصر او في اي بلد تانية، فغالبا بنسبه كبيره انت عليك ضرائب. خلي بالك عشان الحاجات دي كلها بقت متراقبه دلوقتي، وممكن ان انت يجيلك باثر رجعي تدفع ضرائب سنين فاتت. فركز من الاول، اعرف ضرائبك ايه، اعرف انت المفروض تعمل ايه عشان ما تتبهدلش في المستقبل. في نصبيه مشهوره جدا 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 وناس كتير للاسف اتغفلت ووقعت فيها، هقول لك خلي بالك منها. ساعات في عميل بيطلب منك انك تعمل له حاجه تصميم مثلا، ويتفق معاك على انه هيعمل ان انت التصميم ده هيدفع لك فيه 5000 دولار. لما تلاقي في رقم خارج عن المألوف اعرف ان ده نصب. فانت توافق وتعمل الشغل، ويطلب منك تعديلات، فانت تعمل التعديلات وتقعد تعدل على الشغل بتاعك لحد ما يبقى مبسوط بالنتيجه النهائيه، ويقول لك طيب حول لي 500 دولار
انت معاك دلوقتي رصيدك معانا 5000، حول لي 500 المصاريف بتاعه التحويل وانا هحول لك ال 5000. فانت لما بتفكر فيها بتقول ايه؟ طب ما 500 مقابل 5000 يعني انا هكسب 4500 اما احول له الفلوس. تحول له الفلوس يختفي، ما تعرفش هو راح فين ولا تعرف هو مين، ويبقى اتنصب عليك. اي حد بتعمل له شغلانه ويطلب منك انك تحول له فلوس ده نصاب. عشان اثبت لك ان هو نصاب قول له مفيش مشكله، خلي ال 500 معاك، انا مش عايز ال 500، وبدل ما انت هتحول لي 5000 حول لي 4500. العمل الحر زيه زي اي حاجه في الدنيا، محتاج ان انت تتعب وتجتهد وتتعلم وتطور من نفسك عشان تطلع لك فلوس كويسه. لكن الفرق ما بينه وما بين الوظيفه العاديه انك انت كل ما بتتعب اكتر وبتجتهد اكتر كل ما هيبقى فيه فلوس ان شاء الله اكتر، عكس في الوظيفه غالبا بتتعب وبتجتهد وبتفضل في نفس مكانك. ما بقولكش سيب الوظيفه بتاعتك عشان العمل الحر، بقولك اعمل الاتنين في نفس الوقت عشان تزود دخلك. ولما توصل عند مرحله ان العمل الحر بقى بيجيب لك فلوس ضخمه جدا وقدرت ان انت تحوش منها فلوس كبيره جدا، ابدا فكر في حته تقليل الوظيفه بتاعتك واحده واحده وتزود العمل الحر واحده واحده. لكن عمرك ما تسيب ده وتبدا ده، لان ده ريسك كبير جدا، خاصه على السنه اللي احنا فيها دلوقتي، عشان لو حصل ركود اقتصادي ولو حصل اي مشكله ما تبقاش اتبهدلت على الفاضي. زود الدخل بتاعك واعمل الاتنين مع بعض في نفس الوقت لحد ما تيجي اللحظه المناسبه اللي فعلا تقرر فيها انك انت تسيب ده وتعمل ده، ويبقى قرار عقلاني، مش قرار ان انت الله ده انا الشهرين اللي فاتوا طلعت فلوس حلوه يلا عمل حر. ممكن النهارده يبقى عندك 5 عملاء، ممكن بكره ما يبقاش عندك ولا عميل. فكر في الموضوع صح، الموضوع ممكن وان شاء الله الموضوع هيطلع لك فلوس كويسه. لو محتاج مساعده في اي حاجه ابعت لي، والاهم من ده انك انت لازم تجتهد وتسعى ولازم تبذل مجهود، مش من اول يوم هتعمل فيه الحساب هيطلع لك فلوس. دي كده قصة العمل الحر، ازاي تقدر تطلع فلوس اونلاين. الموضوع بحر واسع فيه تفاصيل كتير، خلي بالك من النصب، واهم حاجة زي كل مرة ادعيلي.